الموت يخطف حياة الداعية الكبير بالعلوي، وهذه تفاصيل وفاته وآخر لحظات حياته. لكن قبل ذلك يرجى منكم الانضمام إلينا والاشتراك في القناة. خيم الحزن على الشارع المغربي اليوم الأحد بعد تأكد وفاة الداعية الكبير محمد العلوي والمشهور بلقب بالعلوي. فما سبب وفاته وكيف كان في آخر ظهور له؟ محمد العلوي من مواليد مدينة فاس العلمية، وينحدر من مدينة الرشيدية، وهو واعظ شعبي مغربي درس بمدينة فاس قبل أن يسافر إلى الخارج لفترة، ثم عاد ليستقر بالمغرب منخرطا في العمل الدعوي والإرشادي. اشتهر بحضوره الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع ولقاءات دينية تميزت بأسلوب عفوي وبسيط، ما أكسبه متابعة واسعة لدى شريحة من المغاربة. وحول تفاصيل وسبب وفاته، كان الفقيد رحمة الله عليه قد نقل من إحدى المصحات بمدينة فاس إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث خضع لمتابعة طبية مكثفة قبل أن تتفاقم حالته بسبب صعوبات حادة في التنفس استدعت إدخاله إلى قسم الإنعاش، فيما تحدثت إفادات عن محيطه عن إصابته بمرض سرطاني ومضاعفات صحية خطيرة خلال الفترة الأخيرة. وكان آخر ظهور الفقيد من داخل المستشفى من خلال صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحزن كبير رافقتها الدعوات له بالشفاء قبل أن يعلن اليوم عن وفاته.